عمرك دخلت أوضة ضلمة وحسيت إن في حد وراك مع إنك عارف كويس إن مفيش أي حاجة؟ الخوف ده مش صدفة، الخوف ده جاي من زمان جدا. زمان وأيام الإنسان الأول الضلمة كانت أخطر وقت في اليوم. مفيش نور وممكن في أي لحظة يظهر حيوان مفترس وينقض عليك. فالمخ بتاعك اتبرمج إن الضلمة تساوي خطر. ده غير إن مخك مش بيشوف كويس في الضلمة، فبيتخيل ويكمل الصورة بنفسه. علشان كده شماعة هدوم ممكن تبان لك شبح، وصوت بسيط ممكن يبقى حد ماشي. وده اسمه السرفايفل انستينكت، غريزة البقاء، واللي بتحاول تحميك حتى لو مفيش خطر. بس الحقيقة انه في 99% من الاوقات مفيش اي حاجة. بس برضو مش هكدب عليك، لو حسيت ان في حد وراك ما تبصش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وقولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة خوفتك في الضلمة.